سرقوا $1,000,000 من شاحنة الأموال بطريقة حيرات الاف بي اي. شاحنة ديال نقل الأموال محصنة، شكلها من برا عادي باش ما تثيرش الانتباه، ولكن في الواقع كانت مدرعة ضد الرصاص وضد أي محاولة ديال الاقتحام. بصح إلا بغيتي تدخلها خاصك قنبلة ديال بصح. هاد الشاحنة كانت واقفة في باركين ديال واحد المول، سائق كان جالس فيها وشريكو نزل المول باش يكمل شي خدمة. من بعد دقائق ملي رجع الشريك تفاجأ الفان ما بقاتش، حتى السائق مشى معاها ومعاها $1,000,000 كانت في الداخل. جاو المحققين ووقع لهم الصدمة، ماشي غير السائق والشاحنة اللي اختفوا، حتى الناس اللي كانوا دايرين في ديك البلاصة ما شافوا والو وما سمعوا حتى شي حاجة ولا لاحظوا حتى شي تصرف غريب. وخا يكونوا لصوص خاصهم قنبلة باش يخترقوها، وداك الشيء اكيد غادي يخلي الناس تنتبه. هو كيفاش اختفت الشاحنة؟ واش السائق كان متورط؟ واش كاين شي خطة عبقرية داروها اللصوص باش يسرقوها بلا حس؟ تابع القصة، غادي تسمع شي حاجة ما عمرك تصورتها. السلام عليكم، معاكم يونس. نرجعوا للقصة ديالنا. أكيد سمعتي بشاحنة نقل الأموال، في الغالب كيكونوا مدرعين بزاف، والسائقين والحراس ديالهم كيكونوا مسلحين. واحدة من أكبر الشركات ديال نقل الأموال في أمريكا سميتها ويلز فارغو، وعندهم أسطول ديال شاحنات بأحجام وأشكال مختلفة. قصتنا وقعت نهار 28 نوفمبر 1924 بالضبط قدام مول في ولاية أريزونا في وسط النهار. جات واحد الفان صغيرة للباركين ديال المول، شكلها عادي بحال أي فان، ولكن في الحقيقة كانت شاحنة ديال نقل الأموال ديال شركات ويلز فارغو. رغم مظهرها العادي كانت مدرعة بزاف، وكل شيء فيها ضد الرصاص، من الهيكل الزجاج حتى الابواب ما يقدروش يتحلوا من برا. وكان الهدف ديال الشكل العادي هو التمويه باش ما يشكوش فيها. في ذاك النهار كانوا فيها جوج، السائق مسلح بمسدس ومعاه جامع ديال الفلوس حتى هو مسلح. المهمة ديالو انه كيهبط في كل محل او بيزنس، كياخذ الكاش اللي جمعوه وكيجيبوا الفان وهي كتديه للبنك. الجامع ديال الفلوس نزل ومشى للمكتب المالي ديال المول باش يلم الكاش، ومنين سالق رجع. ولكن هنا كانت المفاجأة، الفان ما بقاتش والسائق حتى هو اختفى. قلب في اليمين وفي اليسار والو، ما كاينه حتى شي حاجه. صافي عيط للشرطه، جاو في الحين، وعيط للاف بي اي حيت هاد القضايا كتدخل في الاختصاص الفيدرالي. اول واحد داروا معاه التحقيق كان جامع ديال الفلوس، وقال لهم ان المده كلها ما فاتتش 5 ديال الدقائق، $1,000,000 اللي كانت في الشاحنه مشات. وما تنسوش هذا الشيء وقع في 1924، يعني مليون ديال ذاك الوقت كتساوي تقريبا 2 المليون في الزمن ديالنا. المحققين داروا مقابلات مع كل شيء اللي كانوا في المول وحدا الباركين، ولكن الكل كان كيقول ما شفنا والو، ما سمعنا حتى شي حاجه غريبه. وهنا جات الحيره الكبيره، كيفاش شاحنه بهذا النوع مدرعه وكتطلب قنابل باش تفتحها كتختفي بلا ما حتى شي واحد ينتبه، وحتى ولو تفتحات راه فيها انذار عالي كيسمعوا الناس كاملين، ولكن حتى شي صوت ما سمعوه. فقالوا الحل المنطقي الوحيد راه السائق جون موكاش عنده يد في الموضوع، يا اما هو سرقها، يا اما تواطع مع العصابه، يا اما هدوه ودار اللي طلبوا منه. وفعلا بزاف ديال سرقات الشاحنات كيكون السائق طرف فيها. جون موكاش كان عنده 33 عام، والاف بي اي بداو كيبحثوا عليه. دوريات الشرطه كتدور والهليكوبترات في السماء كتقلب في المنطقه. منطقيا اللصوص ما غاديش يبعدوا بزاف، خاصهم يتخلاو على الشاحنه في بلاصه قريبه وينقلوا الفلوس في سياره اخرى. وفي هذا الوقت بداو يحققوا في حياه السائق، لقاو ان جون ما عندوش سوابق، وداروا مذكره باش يفتشوا الشقه ديالو. مشاو حلات لهم مولات الدار، دخلوا يفتشوا ما لقاو والو. الشقه نقيه، ما فيها لا تجهيزات الهروب، لا حوايج ناقصه، لا تخريبات. سولوا الناس اللي كيعرفوه كاملين شهدوا لي بالامانه والاخلاص في الخدمه. ايوا هنا المحققين رجعوا لنقطه البدايه، اذا ماشي هو، فكيفاش تسرقات الشاحنه؟
ما بقى عندهم حل، خرجوا للميديا، داروا نداء، طالبوا أي واحد عنده معلومة يتصل، ونشروا الصور والتفاصيل، وعرضوا جائزة ديال 60,000 دولار اللي يجيب خبر يفك اللغز. من بعد ساعات جاهم بلاغ من شخص قال أنه شاف الفان واقفة في الباركين ديال الكنيسة، نفس المواصفات، نفس النمرة. مشاو الشرطة وفعلا لقوها، ولكن المفاجأة الكبيرة كانت فاش شافوا جثة وسط الفان مرمية، الموتور خدام، الأبواب مسدودة من الداخل، حتى المحققين ما قدروش يفتحوها، عيطوا للشركة جاوا فتحوها، وللأسف الجثة كانت ديال السائق جون موكاش. فحصوا الفان، لا بصمات، لا شعر، لا DNA، لا دليل، نظيفة تماما. بقاو غير شوية ديال الكوينز اللي خفوا منه وداروا كل شيء كاش. الخبراء الجنائيين استنتجوا أن المجرمين محترفين، وخباو الشاحنة خارج المدينة باش يربكوا السلطات. وخلال التشريح لقاو أن الرصاصة تفجرات لقطع صغار من النوع اللي ما كيخليش أثر باش ما يعرفوش النوع ديال السلاح. وزيد إطلاق النار كان من بعيد، على الأقل شي 10 متر، ماشي من قرب، حيث ما كانش حتى أثر ديال البودرة ديال البارود. تحقيقات كملات، وأخيرا طلع شاهد قال شاف الفان بيضاء خارجه من الباركين ديال المول، كتجري بسرعه كبيره في ذاك التوقيت بالضبط، وعبرات من قدامه وهي محافظه على السرعه ديالها. وقال من بعد انها كانت كاينه طوموبيل بيكاب حمراء تابعه للفان مباشره وبنفس السرعه، ولكن ما كانش متاكد واش كانوا مع بعضياتهم ولا لا. الشاهد اللي سميتو مورغان ما قدرش يتفكر تفاصيل اخرى، ما قدرش يتفكر شحال من واحد شاف، وما قدرش يتفكر النمره ديال اللوحه ديال البيكاب الحمراء. المحققين طلبوا منه طلب غريب شويه، قالوا ليه اجي معنا للمكتب ديال FBI باش نعرضوك على خبير ديال التنويم المغناطيسي ممكن ينشط لك الذاكره. اياه باين باللي عند FBI عندهم خبراء ديال التنويم المغناطيسي، والخدمه ديالهم هي يحاولوا يفيقوا ذاكره ديال الشهود. انا اول مره نعرف هذه المعلومه بصراحه. المهم طلبوا من الشاهد مورغان هذا الطلب، ومورغان وافق ومشى معاهم لعند الخبير. الخبير هذا بطبيعه الحال خبير نفساني جنائي، عنده تقنيات واساليب كيستعملها مع الشهود باش يقدر يخرج لهم ذكريات من العقل الباطني، حيتاش حنا البشر الله عطانا عقول قويه بزاف، اقوى حتى من اللي كنظنوا، ولكن بزاف من المعارف والذكريات كتكون مدفونه في العقل الباطن وصعيب نوصلوا ليها. والمهمه ديال هذا الخبير هي يحل البيبان اللي كتوصل ذاك العقل الباطن باش الشاهد يعيش اللحظه من جديد بحال الا كانت واقعه دابا قدامه. وفعلا مورغان تحت تأثير التنويم المغناطيسي رجع بالذاكرة لذاك اللحظة، وقدر يتفكر شحال من شخص كانوا جوج في الفان وواحد في البيكاب الحمراء اللي تابعه وراهم. فدابا المحققين عرفوا أن العصابة على ما يبدو فيها 3 ديال الناس ولا أكثر. مورغان حتى قدر يتفكر النمرة ديال اللوحة ديال البيكاب، ولكن بشكل جزئي، تفكر فيها رقم 2 و3 والسين، ولكن ما عرفش الترتيب بالضبط، وما قدرش يتفكر الحروف ولا الرموز. ولكن غير هذا الشيء بوحده كان انجاز. المحققين بداو كيقلبوا على طوموبيل بيكاب حمراء كتشبه للوصف وكتحمل هذه الارقام، ولكن النتيجه كانت مئات ديال السيارات، حيث في ذاك الوقت في ولايه اريزونا ما كانتش الشرطه كتسجل الالوان ديال السيارات في الرخص، وهذه كانت واحده من العوائق اللي واجهتهم. ومع ذلك المحققين بقاو كيقلبوا ووصلوا لعدد كبير من موالين طوموبيلات البيكاب اللي فيها الارقام اللي قالها مورغان، ولكن بعد العشرات ديال اللقاءات والمتابعات ما قدروش يوصلوا للطوموبيل المطلوبه، يعني مع الاسف كانت الطريق مسدوده. ولكن القصه ما سالتش هنايا. مورغان من بعد الجلسه ديال التنويم قدر يتفكر شكل واحد من الرجال اللي كانوا في الفان. المحققين جابوا رسامة ديال السكيتشات الجنائية وعطاها الوصف، ورسمات واحد سكيتش بناء على كلام ديال مورغان. الرسم نشروه في الإعلام، وشكل الشخص كان مميز شوية، خصوصا بشعره الطويل ولحيته اللي كانت بشكل فل وكبيرة.
من بعد شي ايام الشرطه توصلت باتصال من امراه وقالت لهم انها كتظن باللي كتعرف هذا الشخص اللي في الرسمه، ولكن قالت لهم انها ما تقدرش تهضر مباشره مع المحققين حيت خافت الناس اللي معاها يشكوا فيها ويمكن هذوك الناس هما المجرمين. الاف بي اي من بعد ما داروا تحقيق على هذه المرأة لقاو ان الرخصة ديالها والسيارة ديالها منتهية، فبلغوا الشرطة المحلية اللي باللباس الرسمي باش يمشيو يجيبوها على اساس انها عندها مخالفات ومشاكل في الرخصة، وهكذا يغطيوا على السبب الرئيسي وياخذوها باش تدلي بشهادتها للمحققين. الشرطة جابوها والمحققين من الاف بي اي داروا معها لقاء سري، قالت لهم ان عندها صاحبتها سميتها جودي اسبونيزا، وان هاد جودي اول ما شافت الرسم في التلفاز اتصلت بها وقالت لها الراجل اللي في الرسم كيشبه بزاف الحبيب ديالها، وكانت حيرة في الموضوع. المرأة قالت لجودي انها خاصها تبلغ الشرطة، ولكن جودي على ما يبدو جهلت الموضوع. وهنا قررت هذيك المرأة تاخذ المبادرة وتواصلت مع الشرطة براسها، وهذا الشيء اللي وصلها للمحققين. شكروها على التعاون ديالها وخلاوها ترجع لدارها. دابا خاصهم يمشيو يشوفوا جودي ويعرفوا القصة معاها. المحققين مشاو عند جودي في بلاصتها في الشغل، قدموا نفوسهم وسولوها على السرقة واش الحبيب ديالها عنده علاقة بالموضوع، وذكروها أن الكذب في التحقيق فيدرالي راه جريمة. جودي وافقات تجاوب على الأسئلة وقالت لهم أن حبيبها جيمس غرينهام فعلا كيشبه بزاف للراجل اللي في الرسمة، وقالت لهم أنها من بعد ما شافت الرسم مشات عنده وسولته على الموضوع، ولكن ما عطاهاش جواب واضح. سولها اشنو غادي ديري الى فجأة ولات عندي بزاف ديال الفلوس، يعني دار ليها لفة وغبر. جودي عاودات لهم ان جيمس كان دائما مع صاحبه تيموتي رينغ، وكان مرات كيجيبوا لصاحبه للدار، وكانت عارفه انهم بجوج ما عندهمش الفلوس والو، ولكن فجأة في الشهر اللي فات بداو كيشريو حوايج غاليين بحال الدراجات جيت سكي وساعات، حوايج ماشي في المتناول ديالهم. المعلومات اللي عطاتهم جودي كانت من الذهب. المحققين ولاو شبه متأكدين انهم شدوا طرف من العصابة، ولكن الكلام ديالها ما كانش كافي، خاصهم دليل قوي يدينهم. وباقي كان عندهم سؤال كبير، كيفاش دخلوا الفان رغم وسائل الحماية؟ واش كانوا كيعرفوا السائق؟ واش قنعوه يفتح الباب؟ واش هدوه؟ اشنو وقع بالضبط؟ المحققين بداو كيحققوا في الماضي ديال جيمس وتيموتي. اول حاجه عرفوها هي ان تيموتي كان عنده طوموبيل بيكاب حمراء بنفس المواصفات اللي وصفها مورغان، ولكن اللوحه ما كانتش فيها نفس الارقام. مع ذلك البيكاب كتعتبر خيط قوي في القضيه. زيد على هذا الشيء المحققين عرفوا ان تيموتي كان في السابق مخبر كيخدم مع الاف بي اي في بعض القضايا. إلا ما كتعرفش شنو هو المخبر، راه شخص كيخدم مع المجرمين من جهة ومع الشرطة من جهة أخرى، كيعطيهم معلومات وكيشد فلوس، وبالمقابل كيتفادى العقاب على الحوايج اللي كيشارك فيها. اكتشفوا بعد أن جيمس وتيموتي خدموا سابقا كحراس سجن وخداو تدريب احترافي السلاح، وهذا كيعني أن المواصفات اللي كانت عند المحققين من الأول كانوا على حق فيها، ناس محترفين وعندهم خبرة في التعامل مع الشرطة والأمن، وهذا كيخلي المراقبة عليهم صعيبة حيث غادي يكونوا واعيين ومركزين. الاف بي اي داروا فرق مراقبة أرضية وفرق مراقبة جوية كذلك. المراقبة كانت 24 ساعة في النهار. من خلال المراقبة لاحظوا أن جيمس وتيموتي كينفقوا بزاف ديال الفلوس على حوايج مختلفة، وبحسب التحقيقات لا جيمس ولا تيموتي كان عندهم مصدر دخل قانوني. المراقبين كانوا كيصوروا وكيقيدوا كل شخص لاقوا معاه، وكانوا عارفين انهم على الاقل خدامين مع شخص ثالث. ومن بعد اسابيع ديال المراقبه الاف بي اي وصلوا لشخص كيتهموه يكون هو الشريك الثالث، رجل بلحيه سميتو ويليام فيرغنسون. المحققين داروا تحقيق عليه وعرفوا انه كان ضابط شرطه، ولكن طردوه بالتقاعد المبكر بسبب مشاكل، يعني المواصفات ديالو كتطابق بزاف على المواصفات ديال العصابه.
ممكن يكون شريك في هذه العمليه شي واحد اخر خبير في الاسلحه وكيعرف مزيان كيفاش خدامه البوليس، وزيد عليه عنده سوابق خايبه. الاف بي اي شدوا فيه العين وبداو كيراقبوه هو والثلاثه ديال المشتبه فيهم، جيمس غرين وتيموثي رين وويليام فيرغنسون. ومن بعد شويه وصلت معلومات جديده للمحققين كتشير انهم فعلا غادين في الطريق الصحيح. جاء عندهم واحد السيد المقر وصرح لهم بشي حاجه مهمه. هذا السيد سميتو مايكل ساندرز، وقال لهم ان في الشهر نوفمبر اللي فات اللي هو نفس الشهر اللي وقعت فيه السرقه كان هو وتيموثي رين وجيمس غرين كيتلاقاو وكيدير تكوين على شاحنات نقل الفلوس. وقال لهم انه شرطي سابق سميتو فيرجي كان كيعاونهم، ولكن هو مايكل ما عمرو شافو، غير سمع به. وعلى ما كيبان مايكل كان غادي يكون هو الشريك الرابع، ولكن باين عليهم لاحوه اللور وبغاو يديروا العمليه بوحدهم بلا بيه. وهنا من شده الغيظ قرر ينتقم منهم وجاي يبلغ عليهم. ورغم انه ما كانش عارف الاسم الكامل ديال داك الشرطي غير اللقب اللي هو فيرجي، لكن واضح ان فيرجي ما هو الا اختصار للاسم ديال ويليام فيرغنسون. هذه المعلومه زادت أكدت للمحققين أنهم فعلا على المسار الصحيح، ولكن راه يبقى غير كلام بلا دليل مادي. خاصهم يزيدوا يراقبوا حتى يلقاو الدليل اللي ما يدخلش فيه الشك. واحدة من الطرق اللي خدموا بها هي التفتيش في الأزبال ديالهم. كل ما شي واحد من المتهمين رمى الزبل كيمشيو يديه ويقلبوه باش يلقاو شي ورقة، شي دليل، شي حاجه. وفعلا في واحد المره لقاو اوراق في كيس ديال الزبل فيه خطوط ومسارات ديال شاحنات نقل الاموال. ما كانش هذا الشيء دليل قطعي، ولكن راه زاد عزز الشكوك اللي عندهم. مرات ومرات من المراقبه، ولكن مع الاسف ما قدروش يلقاو ادله جديده، فقرروا المحققين يديروا خطه باش يصنعوا الدليل. كيفاش؟ ببساطه قرروا يسجلوا المحادثات ديال المشتبهين وهما كيهضروا على الجريمه. من خلال المراقبه كان باين ان الثلاثه كيجتمعوا في الدار ديال جيمس غرين، حيث هو الوحيد اللي ما عندوش عائله عكس الاخرين اللي عايشين مع وليداتهم. فقرر الاف بي اي يركب اجهزه ديال التصنت في الشقه ديال جيمس، وفعلا في واحد الليله منين تاكدوا انه خارج سلوا بعض العملاء بطريقه احترافيه وما خلاو حتى اثر يدل انهم دخلوا. ركبوا الاجهزه في البلايص الخفيه وخرجوا بلا ما يحسوا بهم. دابا البوليس ولاو كيسمعوا كل شيء اللي كيتقال في الشقه ديال جيمس، وحتى المكالمات الهاتفيه ديالهم كانوا متبعينها، لكن عارفين ان الثلاثه ما غاديش يهضروا على الجريمه بطريقه مباشره، خاصهم شي حيله باش يطلعوها منهم. فقرروا ينشروا معلومات مغلوطه في الاعلام باش يربكوهم ويخليوهم يتكلموا. الاف بي اي داروا بيان صحفي فيه تفاصيل كلها كذوب. قالوا مثلا ان واحد من المشتبهين لونه اسمر والثاني اصلع، وزادوا تفاصيل ما عندها علاقه بالثلاثه. وبعدها بداو كيتسناو اللحظه اللي يجتمعوا فيها في الدار ديال جيمس، وفعلا تجمعوا الثلاثه وبداو كيضحكوا على البيان الصحفي ومرتاحين، حيت باين ان التحقيقات بعيده عليهم. ولكن رغم كل شيء ما قالوش بصريح العباره انهم هما اللي داروا الجريمه. وهنا بقى جزء ناقص، مع ان الدليل اللي عند الاف بي اي كثيره، ولكن اسلوبهم دائما هو ما يديروش اعتقالات حتى يكون عندهم دليل ما يتهربش منه المجرم، فبقاو متابعين التصنت على امل يسمعوا شي حاجه جديده. مره سمعوا مكالمه بين تيموثي وواحد اخر كيهضروا فيها على شراء سيارات غاليه، وكانوا خايفين تجبد لهم الانتباه. ومن بعد تيموثي بدا كيهضر على جيمس وقال له انه صار ضعيف ومتوتر وكيخاف يدير شي غلطه تفضحهم. المحادثه باينه فيها ان تيموثي ما عاطيش جيمس فلوسه كامله، كيعطيه غير شويه بشويه باش يبقى تابع ليه وتحت السيطره ديالو. وهذه واحد النقطه فهموا منها المحققين ان تيموثي هو الزعيم وجيمس تابع ليه، بينما ويليام عنده علاقه اقوى مع تيموثي. حتى في الطريقه ديال الهضره ديالو تيموثي كان عنيف قاسي، وكان كيعكس هذه القسوه على جيمس، بين ان جيمس كان الحلقه الاضعف، حتى انه كان كيمشي يشري لتيموثي سليب ديالو الله يعزكم بحال شي خادم.
هنا قرروا المحققين يركزوا على جيمس ويحاولوا يخليه يتوتر أكثر. في مرة خلاو ليه ورقة مرسومة فيها وجهه قدام باب الشقة. جيمس شافها وتخلع، ولكن ما ربطهاش مباشرة بالبوليس، قال يمكن شي جار كيسحاب ليه كيشبه المرسوم. بعد أيام جا محقق وخلى بطاقة فيها اسمه ورقم تليفونه على باب الشقة ديال جيمس. في الظهر ديال البطاقة كان مكتوب الدليل 173. جيمس شافها وتخلع، عرف راسو في ورطة وركب الطوموبيل ديالو وهرب. FBI تبعوه، ولكن هاد المرة بالطيارة ديال الهليكوبتر باش ما يحش بيهم. مشى جيمس لمكان خالي في الصحراء وعيط لتيموتي وقال ليه على البطاقة والدليل اللي كان مكتوب فيها، وقال ليه أنا خايف يكون البوليس كيراقبوا البيت ديالو. تيموتي حاول يهديه وقال ليه لا ما كاينش لاش تخاف، رجع للدار وتصرف طبيعي، كل شيء غادي يكون بخير، وقال ليه غادي يجي لعندو غدا يهضر معاه. وفي الصباح ديال الغد مشى تيموتي عند جيمس في الشقة اللي فيها أجهزة ديال التصنت. المحادثة كانت طويلة، دازت حوالي ساعة، وتيموتي كان كيهضر مع جيمس ويحاول يطمئنه. وفي الاخر قال ليه الا كان البوليس عنده شي دليل راه دابا يقتحموا الشقة ويشدوك. من بعد ما سمعوا هذه المحادثة المحققين قالوا خلاص جمعنا أدلة كافية، فاصدر أمر باعتقالهم. الصباح اللي من بعد مشاو شدوا جيمس جرين في دارو بلا مقاومة. ويليامز فيرغيسون حاول يقاوم ولكن شدوه. أما تيموتي اللي سبق وخدم كمخبر مع الاف بي اي عيطوا ليه وقالوا لي عندنا خدمة في واحد من القضايا القديمة اللي كنت فيها. قال لهم غادي نجي، ولكن في الحقيقة كان كمين. ملي دخل المكتب ديال الاف بي اي كانوا العملاء المتخفين كيتسنوه وباغتوه واعتقلوه بلا ما يقدر يدير حتى شي حركة. دابا ثلاثة في قبضة ديال البوليس. الخطوة الجاية تفتاش ديال ديورهم. في الدار ديال تيموتي لقاو ورقة فيها طريقة تقسيم الفلوس بيناتهم بالحروف الأولى من أسمائهم وكل واحد شحال غادي ياخد. في الكراج ديالو لقاو طوموبيلتو البيكوب الحمراء، ولكن النمرة ديالها مختلفة على اللي تذكرها الشاهد مورغان تحت التنويم المغناطيسي. قالوا المحققين ربما الشاهد ما قدرش يتذكر مزيان. في الدار ديال تيموتي لقاو حقيبة عامرة بالفلوس، ومنين فتشوا البيوت الاخرين لقاو تقريبا $1,000,000 اللي تسرقات، ما ناقص غير حوالي $100,000 اللي غالبا صرفوها بهاد 3 شهور. الدلائل كلها واضحة. الاف بي اي غاديين يربحوا القضية بلا شك. بداو يستوجبوا المتهمين. تيموتي وويليام رفضوا يهضروا، الوحيد اللي بدا كيبان عليه الندم هو جيمس، وكان دائما الحلقات ضعيفة. في الاول حتى هو ما بغاش يهضر، ولكن من بعد ضغط كبير بدا يتمتم، ومنين تزاد عليه الحال قال لهم تم هو اللي اطلق الرصاصة، ومن بعد بدا يحكي كل شيء. قال لهم ان التخطيط بدا قبل 6 شهور، وتيموتي هو العقل المدبر وهو اللي شجعهم ينضموا ليه. تبعوا شاحنة نقل الأموال ورسموا المسارات ديالها وحدوا الوقت والمكان، تلقاو الهدف المناسب. شاحنة كيستعملها السائق جون موكش اللي تقتل. جون كان كيدير وقفة قدام المول وقت الغداء وكيفتح باب ديال الفان باش يدخن. هذه كانت الثغرة اللي استغلوها رغم أن القانون كيمنع السائق يفتح الباب. جون كان متساهل وما قدرش يقاوم السيجارة. حتى التاريخ اللي اختاروا فيه السرقة كان مدروس، 28 نوفمبر، وقت عيد الشكر، النهار اللي الخدمة فيه قليلة والشاحنة عامرة بالفلوس. شكرا لكم.